الشباب التونسي، الشباب الذين متعون صراحة والمغربي بأخلاقهم وطيبتهم واستقبالهم للنصيحة. وكان برفقة الشيخ محسن مدير جمعية خطوة نحو الأمل في فلتري، وأيضا فضيلة الشيخ الدكتور فيصل، والوزير الفريدو الذي أسلم قبل سنوات. وأيضا الفريدو عنده أمر عظيم أيها المسلمين نفتقده نحن. الفريدو أسلم من سنوات نعم، ولكن خرج من الظلمات إلى النور، بينما نجد أناسا من المسلمين خرجوا من النور إلى الظلمات. والفريدو عنده ميزة ليتنا نتحلى بها، وأن الفريدو كلما أذن مؤذن حتى لو أن على سفر أذن في هذا المكان وصلى، حتى لو على سفر لا يؤخر ولا هذا. أول ما يؤذن مؤذن في قطار أذن وصلى، في طيارة أذن وصلى. نصيحة لنا يا أخوان، لا ينطبق علينا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. جاب الفريدو، جاب قبل قليل في القاعة واحد أسلم. أنت بتتركها بتشرب خمر، ما تعرف الحديث العظيم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر لا تقبل منه صلاة 40 ليلة، وإن مات في النار، وإن تاب الله عليه، وإن عاد لا تقبل منه صلاة 40 ليلة، وإن مات في النار، وإن تاب الله عليه، وإن شرب لا تقبل منه. يعني تصلي 40 ليلة، فكيف من يشرب الخمر ولا يصلي؟ توبة عظيمة يا اخوان، فاسال الله ان يتوب علينا وعليكم. امين. اسال الله ان يوفقكم والله فيكم خير. يعني نعرف ما حصل في تونس والمغرب من اضطهادات، ولكن تعجب من العرب، من المسلمين ياتون هنا ويسوون امور ويصنعون امور ما سووها الغرب. اسال الله ان يوفقكم ويثبتكم. تراكم سفراء اهل المغرب، تراكم اهل المغرب احل طيبه واهل خلق واهل قران واهل اصوات شجيه ومزامير من مزامير. اهل تونس احفاد الصحابه، ايوه اهل تونس معروفين احفاد الصحابه فعلا. كم من صحابي مات هناك حلق النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه. فاسال الله ان يوفقكم. امين يا رب. استودعكم الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير.